والذي جاء تحت شعار أثر الحروب على الأطفال وحق الطفل الفلسطيني في الحياة. وشدد المشاركون في الفعالية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لحماية الطفل الفلسطيني من جرائم الاحتلال الإسرائيلي. لم تتمالك هذه السيدة دموعها وهي تشاهد معاناة أطفال فلسطين جراء ما يعيشونه من أحداث مروعة. منتدى الذاكرة المنظم بسفارة دولة فلسطين بالجزائر المتزامن مع اليوم العالمي للطفولة كان منبرا للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وما خلفته من آثار نفسية بليغة وعاهات مستديمة على الأطفال الفلسطينيين. مشاهد الطفل الفلسطيني وهو محمولا على الأيدي ممزقا ودماؤه تسيل تثير مشاعر الإنسان بقوة وتثير غضب كل إنسان يملك ضمير حي، وبالتالي كانت هذه المشاعر يجب أن تهز العالم أجمع. كل ما تشوف صورة لأطفال فلسطين تشوف ربما معاناة طفل جزائري أثناء الثورة التحريرية، يعني نتقاسم معهم نفس الطفولة ونفس الإحساس. الفعالية التي جاءت بعنوان أثر الحروب على الأطفال وحق الطفل الفلسطيني في الحياة تجددت فيها المطالب بضرورة وقف سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الطفل الفلسطيني من خلال القتل والجرح والاعتقال. كل هذه الهيئات الإقليمية والدولية يلزمها هي اللي تشكل قوة الضغط على أصحاب القرار في القمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن حتى يفكرون في تداعيات قراراتهم السياسية على الأوضاع الإنسانية. المجتمع الدولي ككل وعلى منظمات حقوق الإنسان أن يتحركوا تجاه هذه الانتهاكات والجرائم والمجازر التي تمارس على الشعب الفلسطيني وعلى الأطفال الفلسطينيين. انتهاكات صارخة يصر الجزائريون على ضرورة وضع حد لها بتطبيق قرارات الهيئة الأممية التي تنص صراحة على ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو العقوبة القاسية واللا إنسانية. هي صرخة من الجزائر يؤمل أن توقظ الضمير الإنساني لإنقاذ الطفل الفلسطيني الذي يبقى في مكابدة مستمرة مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 73 عاما. احتلال عاش معه أبشع صور المعاناة والشقاء وتذوق فيه مرارة فقد الأهل والأحبة. ياسين لكحل، تلفزيون فلسطين، الجزائر.